يا صباح الورد والفل والياسمين على اغلى حبايب عندي وعند ام حنين. صباح الورد يا صباح الفل يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ صباحكم قشطه ان شاء الله. تعالوا بقى اوريكم الزرع بتاعي اخباره ايه وزارعين ايه، ولا اول مره يشوف الزرع بتاع ام حنين. تعالوا يا حبايبي بقى اوريكم بقى الزرع بصوا. المانجا بتاعتنا الجميله والجرجير بتاعنا والشبت والبقدونس والشتلات بتاعه الفلفل الاخضر والفلفل الالوان، ودوت برضو فلفل يا جماعة وخيار، بس الخيار لسه ما طلعش. يا صباح الفل، صباحكم ورد، صباحكم ياسمين على احلى متابعين بيشوفوا ام حنين. لايكاتكم الجميلة، واللي اول مرة يشوفني ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصل له كل جديد، عشان تستفادوا يا حبايبي من اي فيديو انا بنزله. وان شاء الله باذن الله هننزله بكل جديد مع بعضين. حبايب قلبي، ده الزرع بتاعي انا لسه مبتدئاه، وان شاء الله ان شاء الله هننزله دايما. كل جديد انا بنزله من الزرع انا هعمل فيديوهات وانزلها لكم عشان تستفادوا منها يا حبايبي. ديت يا جماعه، دي بعمل شتلات من الفلفل، من بذور الفلفل الاخضر وبذور الفلفل الالوان. ديت خضره هي زي ما انتم شايفينها اهو، برضو من البذور بتاعتها من البيت من عندي. دي شبت اهوت. البذور بتاعته انا جايباها من عند بتوع المبيدات اللي هم بيبيعوا الحاجات بتاعه الزرع وكده. وده جرجير برضو انا عاملاه، جايباه برضو بذور وعاملاه عندي هنا. ماشي. وده يا حبايبي برضو ايه، مش عارفه دي ايه، دي المفروض كانت مانجا، طلعت شبت وطلعت حاجات من دي. تمام. وديت زرعت مانجا. دي مانجا تقريبا نعوم يا حبايب قلبي. ماشي. دي مانجا نعوم. ان شاء الله هنفيدوا بعض بحاجات كتير، بس اللي اول مره يشوف ام حنين ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان خاطر يوصل له كل جديد. ونخش على الفيديو، يا ريت تكملوا الفيديو للاخر هتستمتعوا بيه. وان شاء الله ان شاء الله هتحبوه. والنهارده بقى يا حبايبي طلعنا على السطح واكلنا طيورنا، وقلت اصبح عليكم واصبح على متابعيني حبايبي، ونأكلوا الطيور بقى مع بعض. النهارده الصبح كنا حوالي الساعة 8 الصبح، طلعت ايه الروتين بتاعي بتاع الطيور. فتحت عليهم الباب، طلعتهم بره شوية، وقلت بقى افطر الحمام وبعد كده افطر طيوري. وقلت اوريكم انا بفطر طيوري ايه او بعشيهم ايه او بحط لهم في نص اليوم ايه. نصلي على النبي بس عليه افضل الصلاة والسلام يا حبايبي. ونخش بقى على ايه، على الفيديو بتاعنا كده الجميل. انا بسقي الحمام دلوقتي. انا عامله الاوضه دي زي ما انتم عارفين وكنت عاملاها معاكم وانتم شايفينها في الفيديوهات اللي قبل كده. عامله الاوضه ديت او العشه الصغيره دي داخل الاوضه بتاعتي. دي للحمام يا جماعه، والحمد لله الحمد لله. الخلطات بتاعتي بدات ان هي بتجيب نتيجه، بعد ما كان ما بيطلعوش بيض خالص وما كانش فيه انتاج. الحمد لله بداوا يطلعوا. يعني انا دخلت لقيت حمامه بيضة بيضة في طاجن وكده. بس ما فيهوش قش ما فيهوش حاجة، فعمالة بهش فيها علشان خاطر احط القش بتاعي عشان تبيض فيه وكده. مغلبانه، انتوا عارفين ان هي بتقعد تهبش كده، فبصراحة خايفة الا ايه تخربشني او تعضني وكده. فالمهم فضلت وراها هي لحد ما طلعتها، وخدت الطبق او الطاجن اللي بيضة فيه، وعملت فيه كده ايه القش. لقيت القش كتير فقلت اقسمه شوية علشان هيبقى كتير على الطبق عشان اعرف ايه احط البيض. ماشي يا حبايبي، نصلي على الحبيب قلبنا يطيب ونصلي على النبي. ونكمله يا رب. بس كده الفيديوهات تكون بتعجبكم، ويا ريت تكملوا الفيديو الاخر عشان تستفادوا منه يا حبايبي. ماشي يا حبايبي. بس انا كده حطيت اهوت العود القش في الطبق بتاعي، وهحطه في مكانه في العين المخمسة اللي هي ايه اللي هي بيضة فيها. والحمد لله لقيت فيه انتاج بيض تاني، ربنا يزيد يا رب ويبارك. وان شاء الله برضو هنزل لكم خلطات اللي انا بحطها للحمام علشان خاطر يزود البيض. كده يا حبايبي بقى انا ايه العيش بتاعي كده انا بليت اهوت، بليت عيش. تمام. يعني احنا بحاول ان على قد ما بقدر بوفر في اكل الطيور، لان العلف غالي والحاجه غاليه. فاللي بقدر المه من قلب البيت انا بلمه يا حبايبي.
انا جبت عيش وبليته بشوية مية، وكان عندي كام خاصية كده دبلوا وما حدش هياكلهم، فروحت جايباهم وبخرطهم قدامكم اهو زي ما انتوا شايفين كده. بخرطهم وبحطهم على العيش، على اي بواقي اكل من عندي، اي حاجة بتطلع من عندي من المطبخ انا بحطها كده في بلاستيكة كده وبطلعها للطيور يا حبايبي. اي حاجة بتنفع في قلب البيت. طير في البيت بتذبحي منه، تبيعي منه، بتبيعي بيض، بتاكلي بيض، بتنفع يا حبايبي في قلب البيت. وبرضو هنزل لكم فيديوهات الايام اللي جاية عن مشروع الطيور يا جماعة. اللي حابب يعمل مشروع هنزل لكم الايام الجاية ان شاء الله بفيديوهات جديدة عن مشاريع الفراخ، مشاريع البيض، الفراخ البيضة كده ان شاء الله باذن الله. ربنا ييسر الامور وهعمل لكم فيديوهات الايام الجايه عن كده. تمام. يبقى انا كده عملنا بقى عملنا شويه العيش بليناهم بشويه ميه، ودي سرسه يا جماعه اللي هي بتاعه الرز، لما بنبيض الرز دي السرسه اللي بتطلع منه. تمام. بحطها برضو للطيور. فانا قطعت الخس اللي كان موجود عندي وحطيته على العيش على شويه السرسه، وقلبته كله في بعضه زي ما انتوا شايفين كده. ودولت انا كده فطار للطيور، ده فطار للطيور. انا برضو بالليل في العشاء برضو شويه خضار على شويه عيش على شويه بواقي اكل كده، وبنمشي امورنا. بس في الفتره الاوليه للطيور ده بيبقى علف علشان خاطر يكبروا يا جماعه ويبقى حجمهم كويس. وبعد كده اي اكل بقى بواقي من البيت بيتحط لهم زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على الحبيب قلبنا الطيب، يصلوا على الرحمن ونقولوا يا رب. ويا رب يكون الفيديوهات بتاعتنا بتعجبكم وتكونوا انتوا بتستفادوا منها. وان شاء الله هنوصل لكم، هننزل لكم بجديد كل يوم. ويا رب كده تكونوا بتستفادوا يا حبايب قلبي. لايكات بقى لأم حنين، ويا رب تكونوا بتستفادوا بالفيديو. ايه رأيكم في الزرع؟ اللي شاف الزرع بتاعي في اول الفيديو يقول لي ايه رأيه كده، وتقولوا له الله ينور عليك يا ام حنين. ولو حد حابب زرعة معينة يقول لي عليها وانا هعملها معاه عشان تعرفها يا حبايبي. وكده حطيت لهم بقى شوية المية وكده اكلت فراخي الحمد لله، واكلت طيوري. وده الروتين بتاع الطيور النهاردة يا حبايبي. يا رب يكون الروتين النهاردة عجبكم، يكون خفيف النهاردة عليكم. ادي الحمام اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين. اللي كان متابعني من الاول كان عارف ان انا عندي شوية حمام مش كتير، كانوا شوية بساط جدا. تمام. والحمد لله ربنا بيزود يعني. ودي بقى بداية الزرع بتاعي. حبيت ان انا اعمل برضو الزرع في البيت وكده.